كهربا ونادي الزمالك. طبعا خلينا نتفق في البداية ان الازمة نادي الاهلي ملوش علاقة بيها تماما. الازمة ما بين كهربا وما بين نادي الزمالك وما بين النادي البرتغالي. شفنا زي ما اكدت ان الايقاف اتوقف واللاعب كان المفروض ان هو هيلعب بشكل طبيعي جدا، وزي ما اكدت اكتر من مرة ان ده هيتم لحد ما الزمالك يقدم شكوى جديدة ضد اللاعب في فيفا، وبالتالي يتم ايقافه مره تانية لحين السداد. الحقيقه الزمالك كان واضح جدا ان هو مستعد وعارف ان الايقاف هيتشال، وفاهم كويس جدا ان اللاعب ان هو هيقدر يلعب بعد ما الايقاف يخلص، وبالتالي قدم شكوى جديده بسرعه جدا سواء بقى امبارح بالليل او النهارده الصبح لفيفا، وتم الرد عليها رد سريع. طبعا خلينا نتفق بس ان القضيه مثاره بقالها شويه، سواء من محامي اللاعب اللي استفسر اكتر من مره او من اتحاد الكوره، فالقضيه اوريدي موجوده على طاوله الفيفا، فالرد السريع ممكن يكون جه للسبب ده. الاول اللاعب اتبعت له ان هو لازم يوضح في خلال 6 ايام سبب عدم سداده للفلوس دي لنادي الزمالك. فبالتالي هو لازم يرد خلال 6 ايام يقول للفيفا انا ليه ما سددتش لنادي الزمالك الفلوس اللي عليا في الغرامه عشان ان انا اقدر العب مره تانية. بعد كده اتحدد جلسة يوم 2 فبراير اللي جاي علشان يتم بحث القضية كلها فيها مع اللاعب ونادي الزمالك، ويتشاف ليه اللاعب ما سددش لحد دلوقتي بعد شكوى نادي الزمالك، ويتحدد بقى اذا كان هيتم ايقافه مرة تانية او ايه اللي هيحصل. يعني انا من وجهة نظري ان انا شايفة ان هو يوم ال 2 فبراير هيتم ايقاف كهربا مرة تانية للأسف الشديد، وطبعا بالإضافة ان هو هينزل عليه غرامة جديدة بسبب المقابل الفلوس اللي عليه، الغرامة اللي ما سددهاش طبعا المدة اللي فاتت بتتراكم عليه، فبالتالي بتزيد الغرامة مرة تانية. ايه الخطوة اللي ممكن يقوم بيها كهربا بعد الجلسة بتاعت 2 فبراير، سواء خدت قرار بإيقافه أو الموضوع اتأجل وما تمش البت فيه أيا كان؟ يعني لو طلع قرار هيبقى قدام كهربا حاجة من اتنين أو حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو يسدد الفلوس، وهو كده كده لازم يسدد الفلوس. الحالة التانية إن ده حاجة من فيفا، فبالتالي هو ممكن يقدر يروح للمحكمة الرياضية الدولية كاس ويطعن على القرار بتاع فيفا تاني، ويقدر يلعب في الفترة دي لحد ما قرار كاس اللي هي المحكمة الرياضية الدولية يطلع، سواء بإيقاف اللاعب أو لأ، يعني اللي هو بالتضامن مع القرار بتاع فيفا أو بإلغاء قرار فيفا. فدي كل الخطوات ودي كل الحاجات اللي ممكن تحصل الفترة اللي فاتت، وأتمنى إن الأزمة دي تنتهي، لأن هي أثرت على مشوار كبير للاعب وفترة طويلة في غيابه عن الملاعب، فأتمنى إنها تنتهي خلال الفترة اللي جاية دي إن شاء الله. تابعوني لو في جديد هقول لكم على طول. باي باي.